المدرسين مش عايزينك تعرف الحاجة دي. لو انت في الصف الثاني عشر او ثانوية عامة يبقى لازم تعرف الحاجة دي وتحطها قدام عينك كل يوم. اللي هيعديك مش عدد ساعاتك ولا كمية مذاكرتك، اللي هيعديك هو انك ما توقفش. المدرسين هيفضلوا يقولوا لك ذاكر، احفظ، حل حل اكتر، بس محدش هيقف ويقولك انت بني ادم، ومش كل يوم هتبقى قادر، ومش كل يوم دماغك شغالة 100%، ومحدش هيقولك ان الطبيعي انك تتعب وتقع وتتلخبط وتتأخر وتحس انك مش فاهم. ولكن اللي لازم تعرفه ان ده جزء من الرحلة، مش دليل انك فاشل. العلم النفسي بيقول ان اهم عامل للنجاح مش الكمال، مش لانك تبقى زي فلان، مش لانك تبقى زي صاحبك او صاحبتك، ولا اسرع من علان. وربنا سبحانه وتعالى قال اتقوا الله ما استطعتم، مش ما استطعتوش، مش ما استطاع اصحابك، استطاعتك انت، وانت بتذاكر وبتحاول وانت بتقوم بنفسك رغم انك مش قادر. ده كله بيتكتب وبيتشاف، وكل ده له اجر حتى لو الناس مش شايفاه، ربنا شايفه. والمدرسين مش هيقولوا لك الكلام ده، ولكن لازم تعرفه مفيش حد بيعدي من الثانويه العامه لانه كامل، الناس كلها بتعدي لانها مكمله رغم النقص. وشوف اقصى لحظه هتيجي عليك مش لما تتعب، اقصى لحظه انك لما تسيب نفسك للتعب، فلما تحس انك متاخر، لما تحس انك مضغوط، لما تحس انك مش قادر تلحق كل حاجه ومراكم. افتكر ان ربنا بيكافئ على المحاولة مش على المثالية. والحقيقة انا ماشي مع طلاب بنظم لهم جداولهم، بنظم لهم وقتهم، وده بيقلل الضغط والتشتت وبيخليك تنجز اكتر. وفي الاخر ما تنساش ان دكتور حسن هيفضل مقتنع بيك للابد. اشوفك على خير يا منى. السلام عليكم.